سلام شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيما عودتكم خواتاتي، اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد يكون مختلف ان شاء الله. وهذا الفيديو تاع اليوم غادي يكون مختلط ان شاء الله. بندير لكم فقط بعض المشتريات راني شريتها نوريهم لخواتاتي تاع الصيف ان شاء الله. راكم عارفين بلي الصيف صايت وكاع وراه الحمان وكاع. قلنا نشوف شويه صوالح للصغار وكاع للصيف ان شاء الله. وثاني بغيت نشارك معكم واحد طاجين سفنجر ان شاء الله يعجبكم. من الدخول بلا ما نطول عليكم خواتاتي في الفيديو. كما راكم تشوفوا خواتاتي، راه هادو الكيسات شابين على ما عجبوني. يجوا ايس كريم ولا يجوا سلطه فروي ولا يجوا كما نقولوا تحليه تكون بارده. راكم عارفين في الصيف هذا مليقي حاجه البارده، حاجه اللي تكون خفيفه بالفواكه ولا يا ولا نديروا هكا تشكيله سلطه فواكه هكا مختلفه، ولا نعمرهم في هادو الكيسات يجوا روعه ويجوا شابين على هذا الشكل. كما راكم تشوفوا كما كيجوا على الشكل تاع ورده، عجبوني بزاف. هادو هما. وهنا تاني واحد الكيسات شابين نديرو بهم موخيطو ولا نديرو بهم كاش كوكتيل ولا تاع الجي. ان شاء الله خواتاتي نشارك معكم بعض الوصفات تاع الفواكه. يكون عصير طازج بالفواكه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا يجوا على ما شابين ويجوا فيهم لا كلاص من الداخل وكاع. هادو الكيسات شابين للصيف للصغار ولا للدار. ولا ثاني خواتاتي خطري فات شاركت معكم هذه البارفات تاع الدار ولا حاشاكم تاع لي تواليت تاع الصال دو بان تاع البيوت. شابه بزاف، تقولوا غير هذه التواصيل تاعها وتدوروها شويه تولي تعطيكم واحد الريحه روعه. كما راكم تشوفوا هذه برائحه الورود، رائحه الياسمين، زيت الياسمين والزهور. والله لا شابه بزاف. صح هادو مصاصات تاع العصير عادي. هنا تاني فقط هادو طباسه خفاف تاع سلطه ولا تاع كيما نقولوا بيتزا. وراكم عارفين الصيف اللي غنديروا غير وصفات خفيفه. شريت هاد الاشكال، ما بغيتش نشري يعني كيما نقولوا بنفس اللون ولا بنفس الشكل، قلت نختار الوان مختلفه كما راكم تشوفوا. يعني كل حاجه نجمو نحطوا فيها حاجه. خواتي تبغوا نشارك معكم هذه الاخرى، هذه كيما نقولوا حنا مشطه ولا الشيتا ولا ما عرفت نتوما كيفاش تقولوا لها. حنا في الغرب نقولوا لها شيتا ولا مشطه، بس هذه تاع الاواني خواتاتي تاع الماعين. كما راكم تشوفوا يعني خاطر قبل ما تدخلوا الماعين تاعكم في لافيسيل. كما راكم تشوفوا هذه لا ماركه هذه شابه بزاف. يعني قبل ما تدخلوا الاواني تاعكم في لافيسيل في كما نقولوا في الماشينه تاع الماعين ولا تغسلوا هذوك الماعين تاعكم غير بالماء، يعني تحكوهم. هذه حاجه على الغليظه. وهذه فيما يخص الصحون ولا الكيسان ولا تحكوهم بهادي، تقلعوهم كاع هذوك الاوساخ والجلاخ وكاع حاشاكم. ومن بعد تدخلوا في لافيسيل تاعكم يكونوا الاواني نقيه من هذيك الاوساخ. راكم عارفين خواتاتي لافيسيل اللي قص تحافظوا عليها، اي جلاخ ولا راهي تبوشي لكم الماشينه تاعكم. ثاني هذو فقط معالق بلاستيكيه جايين على هذا الشكل سامبل، ماشي حاجه تاع سلطه ولا تاع كيما نقولوا لي باس ولا المقارون يكون سلطه. شابين بالثاني هكا يعاونوا الواحد. هادو التالي فقط كيسان شابين تاع قهوه تاع كل يوم، شفتهم على هذا الشكل. انا عندي بزاف كيما نقولوا حنايا كيسان، بصح خطا على خطا الانسان يبغي يبدل شويه. راكم عارفين ما نشريش بزاف، عندهم الصغار عندهم لي شوب تاعهم. انا هذه بغيت نديرها تاع كاش قهوه كحله هكا حاجه سامبل. ثاني خواتاتي اختلف شاركت معكم هادو السفافيت تاع المشاوي روعه روعه. شيتهم ثاني من محل ليدل المره اللي فاتت، يعني تنمولي عجبوني. عاود الخطا ثاني مي لقيت منهم. راكم عارفين في الصيف ولا درك في وقت رانا في اواخر الربيع. باش نحله معكم، رانا في اواخر الربيع. هذا اللي غير مشاوي تاع الخضار ولا اللحوم ولا يعني تنولي عجبوني وما يتصداوش وتنولي شابين بزاف ويرفدوا. والله الا شابين، ننصحكم بهم خواتاتي. هذه راهم يحطهم محل ليدل. دروكم عليا رانا في وقت الصيف وكاع المشاوي تكثر هنا عندنا في سويسرا، كاع يكثروا بزاف في المشاوي كاع. اما لي هذه يحطوهم غادي تلقاهم في محل ليدل كل مره يجيب منهم. هادو تاني شابين. تاني هذا فقط شيته من محل اكسيون. هادو تاني طباسه خواتاتي شيتهم من محل اكسيون. هذا من اكسيون هذا لا هادو زوج شيتهم هنايا منا، بصح هذا تاني من اكسيون ثاني شباب. وهذا ثاني تاع مسكوتشو. بغينا نبدلو دائما داك الشكل تاع الورده، وقلنا نديرو هذا الشكل المستطيل. ان شاء الله خواتاتي حنشارك معكم مسكوتشو راني باغي نديرها بالفواكه الجافه. ان شاء الله يا ربي نشارك معكم الوصفه. وهنا ثاني خواتاتي تلاقيت ثاني واحد المحل كانوا دايرين ثاني الصولد منقصين ثاني صوالح شابين يعجبوني. هادو الكيسان شوفوا ثاني يجوا شابين هادو روعه، عجبوني بزاف. هادو الكيسان كما نقولوا حنايا ديروهم للمشروبات ولا كما قلت تاني يجي كوكتيل يجي شباب، ونقدروا نصنعوا بهم حتى تحليه كتيراميسو ولا حاجه تاني يجوا شابين في هادو الكيسان.
إيه كما راكم تشوفوا خواتاتي، فقط هذا هو المشتريات، احد الخطأ اللي شريتهم راني شاركتها معكم. ندخلوا دروك في الطاجين تاعنا. كما راكم تشوفوا الشيرات، ها ولا الطاجين تاعي درته. ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه وطريقه التحضير. كما راكم تشوفوا يجي روعه، يجي شهي، والبنه ما عندي ما نقول لكم. كما راكم تشوفوا خواتاتي، عندي فقط قطع صغيره من اللحم، عندي شويه حبه بصله قطعتها قطع ثاني صغيره، عندي بلطه حلوه حبه، عندي حبه سفنجر، طاجين ديجا راهي حما، عندي ثاني السمن، راك تشوفوا مغرف صغير تاع السمن، شويه توابل كما راكم تشوفوا، شويه عندي قرفه وسكر وشويه قرقاع وشويه ليمون، هذا فيما يخص فنجر ان شاء الله غادي نطيبهم بهم. وعندي الملح، عندي فلفله حمراء، بابريكا، شويه سكجبير وشويه تاني تاع الحرور. بسم الله وعلى بركه الله. نديروا اللحم تاعنا خواتاتي في الطاجين، نقصوا عليه هذيك البصله المقطعه قطع صغيره ولا تنجموا حتى ترابوه، نحطوا عليه داك السمن تاعنا فقط ملعقه صغيره باه يعطي البنه. هو ديجا اللحم مع البصل غادي يطلقوا الماء تاعهم، ونفرغوا فوقهم التوابل تاعنا ونخلوهم مع بعض حتى يطيبوا شويه ويتخلطوا ويعطونا واحد الصوص روعه نطيب فيها. هنا فيما يخص خواتاتي السفنجر، راني قطعت على غسلته غايه ونقطعه على هذا الشكل، يجي واحد البنه تاعه ما عندي ما نقول لكم خواتاتي، يجي شباب بزاف كما راكم تشوفوا هكا. وهو يجي شويه في التقطع تاعو يكون قاصح على التفاح وعلى الاجاص، يعني البعويد يكون قاصح عليه. اللي ماشي موفى طيبه راني نقولها كيفاش الاخر. هنا رانا نقوه من الصوارحه اللي يجي من الداخل وكاع، باه نتحصلوا فقط على كما نقولوا غير اللحم تاعه، نقولوا لها القشور تاعه ونقولوا لها داك الجلاخ يجي من الداخل. نقوا كاع الحبيبات تاعنا من الجلوف وكاع كما راكم تشوفوا. وهكا نوجدوه كما راكم تشوفوا. هنا خواتاتي غادي نطيب اللحم وحده في الطاجين مع البصله ودوك التوابل وكاع. وفيما يخص السفنجر غادي نقطعه على هذا الشكل ونقلع عليه كاع دوك الصوالح تاعه ونقيهم، وكما نقولوا حنايا غادي نطيبه وحده. كما راكم تشوفوا الشيرات خواتي، هنا درت في الطاجين تاعي درت غير شويه ما يطبخ، درت فيه قشور الليمون، ونقيسوا فيه السفنجر تاعنا يطبخ لمده 10 دقائق هكا ولا ربع ساعه، يطبخ فقط يدخل له داك الطياب من الداخل كما راكم تشوفوا. وهنا درت له غير قرصه تاع ملح، ماشي حاجه غير قرصه تاع ملح باه يطلق البنه تاعه. وهنايا ولينا طاجين تاعنا نخلطوا اللحم. هذاك ثاني خواتاتي الطاجين تاع الحديد، حنايا في الغرب في الجزائر ثاني نقولوا له حنا طاجين، يباه تعرفوا كاين كيكوطه كبيره وكاين القدره ثاني كبيره، وهذا تاع الحديد يجي غير صغير هكا نقولوا له طاجين. وهذا طاجين تاع الطين ولا خو طاجين تاع الحديد، هذا طاجين تاع الحديد. كما راكم تشوفوا نقيسوا فيه مغرف تاع دهان زبده. هنا كتشوفوا خواتاتي الماء درت غير كاس كبير تاع ماء، كما راكم تشوفوا خليت كاع داك الماء تاعه ينشف. ومن نشف قص فيه مغرف تاع زبده، وقص فيه 2 مغارف كبار تاع سكر، وقص فيه واحد عود تاع قرفه، ونخلطوا على هذا الشكل مع هذيك الزبده. غادي كاع تذوب، غادي نخلو السفنجر تاعنا يتدبل ويتحمر غير شويه. هنا الطاجين تاعي خواتاتي بعد ما طلق ديك الصوص تاعها درت فيه غير نص كاس تاع ماء كما راكم تشوفوا. قطعت هنايا بطه حلوه درتها على هذا الشكل هكا باه دير هكا الطيب. ما بغيتش نديرها كبيره، درتها هكا قطع تاع هلالات صغار باه دير هكا الطيب لنا. وهنايا خواتاتي السفنجر تاعي راه طاب، وديجا كيما نقولوا حنايا دخل هذاك البنون تاع الحلاوه وتاع القرفه وكاع، وديجا راه طاب تقريبا ما باقيلاش بزاف ويزيد يطيب. نحطوه في الطاجين ثاني مع البطه حلوه، نستفوه على هذا الشكل فقط باه يعطي منظر يكون شباب. وكما تشوفوا خواتاتي راهم معروف الطاجين عند الاخوات المغربيات وكاع. الطاجين كما نقولوا الطياب تاعه يجي ساهل، وثاني كما يقولوا ديروا على نار مهيله، يعني تكون قليله النار كما نقولوا الغاز يكون قليل، وتحطوا فيه كاع الخضر تاعكم. اي طاجين بغا حوت ولا لحم ولا حلو ولا مالح، اي طاجين تحطوه اللي النار تاعها تكون ناقصه، وتحطوا فيه جميع المكونات وتنقصوا له وتخلوه يطيب. هنا تاني شيات نزينو حبه القرقاع، ولا اللي عندها شويه لوز تاني تقد تقلي شويه لوز ولا تحمره تاني ترشه من الفوق، ولا اي حاجه اللي تكون عندكم. ولا هذا كما نقولوا اختياري فقط للتزيين، ويعطي فقط ذوق تاني، يعطي بنه تاني هكا في الطاجين تاعنا، ويجي كما نقولوا حنايا الزينه تاعها تكون شابه. في كما نقولوا حنا تبغي تحطي هكا للضياف ولا تحطي هكا للناس ولا يعجبهم داك المنظر تاع الطاجين تاعك. اي فوالا شيرات كملنا تزيين الطاجين تاعنا بعد مده نصف ساعه بعد ما نقصنا له كاع. كما راكم تشوفوا خواتاتي ها ولا طاجين تاعي راه واجد، ان شاء الله يا ربي يعجبكم، وان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي.
وصلنا الى نهايه الفيديو خواتاتي، نقول لكم صحه فطوركم. ما تنسونيش خواتاتي فقط بتفعيل الجرس اللي جا جديد، نقول لهم مرحبا والف مرحبا. وما تنسونيش بالبصمات وتفعيل الجرس والشير وتشاركوا الفيديو مع الحباب. ربي يحفظكم، تهلاو في روحكم.